الرعب في الجزائر. انزعاج كبير لدى الكبرنات من اللقاءات المغربية الروسية، والنظام العسكري يسارع إلى الرد بإرسال مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة إلى موسكو. سارعت الجزائر إلى الرد على المحادثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين المغرب وروسيا. أرسلت الدبلوماسية الجزائرية مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إلى موسكو، الذي التقى مع الممثل الخاص لرئيس الفيدرالية الروسية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. ورسميا تهدف هذه الرحلة إلى تعزيز التنسيق في السياسة الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة سنة، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بلاغ صحفي. ولم تحظى رحلة عمار بن جامع إلى موسكو بتغطية واسعة من قبل أبواق العسكر، واقتصرت شبه وسائل الإعلام التي غطت الزيارة على نشر البيان الصحفي الصادر عن الدبلوماسية الروسية. وللتذكير، التقى ميخائيل بوغدانوف مرتين بموسكو نهاية نوفمبر و11 دجنبر الجاري مع سفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة. واتهمت إذاعة الجزائر الرسمية هذا الأسبوع المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة بتمويل حملات تهدف إلى إفساد علاقات الجزائر مع مالي والنيجر، دولتان تتمتع روسيا فيهما بنفوذ كبير.